السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في قناة وصفات هيثم وإياد. عيد مبارك سعيد لكل المغاربة ولكافة الأمة الإسلامية، يا رب يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر ويزول علينا هذا الوباء يا ربي. إذا مشاهدينا الفيديو تاع اليوم غنوجد معكم التقلية أو الدوارة، كل واحدة شنو كيقول ليها أبو الفاف اللي ضروري عندنا في العيد الأضحى. إذا مشاهدينا لا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوا ديروا لي بارطاج الفيديو وديروا لي لايك. إذا بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اذا هنا عندنا الدواره ديالنا اللي مغسوله ومنقيه مزيان ومنظفه. عندنا هنايا مخلطه ما بين الريه والتقليه اللي غسلناها مزيان ونقيناها، وهنايا قطعناها على بهذا الشكل قطع هكا كما كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو باش نديروها في الماء اللي غادي تسلق. غادي نسلقوها عاد باش غادي ندوزو باش نشرملو ليها الشرموله ديالها. كما كتشوفوا هنا درتها، خديت واحد الطنجره ودرتها فيها وغادي نسد عليها وغادي نخليها تسلق. صافي هنا خديت واحد الطنجره وضفت ليها واحد حبه من الطماطم كبيره من حجم يكون كبير، وجوج حبات ديال البصله يكون من الحجم ديالهم متوسط اللي قطعناهم ودرناهم في الطنجره، وضفت ليهم واحد جوج فروعه ديال الثومه اللي حكيناهم، وجوج معالق كبار ديال مخلطين ما بين القزبر ومعدنوس، وكنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه ديال الفلفل اسود او الابزار، ومعلقه ديال السكينجبير، ومعلقه الملحه. وكنضيفوا حتى هنايا في الطنجره الحامض مصير حتى هو كيكون مقطع. ضفتو في الطنجره مع البصله ومطيشه وربيع. الحامض مصير حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين للدواره ديالنا اولا التقليه. هنا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال البابريكا اولا التحميره، ومعلقه كبيره ديال الهريسه اللي كلشي كيبغي الحرور، كتجي واحد المذاق زوين ديال الحار. وهنا عندي واحد الكاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، ومعلقه كبيره ديال خرقوم اصفر، وكنضيفوا واحد الضويمه ديال الزعفران. صافي وكنخليهم يتشحروا فوق البوطه مزيان. عاد كنضيفوا ليهم هذيك التقليه اللي خليناها تسلقات وصفيناها من الماء، وكنضيفوها الشرموله ديالنا، وكنخلطوا جميع العناصر مزيان حتى كينسجموا لينا. وكنضيفوا البنات واحد المعلقه ديال مركز الطماطم اللي ما ذكرتوش حتى هو راه كيجي زوين مع الدواره اولا التقليه. صافي وكنحركوها مزيان وكنخليهم يتشحروا مع بعضياتهم. عاد كنضيفوا ليهم الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه الدواره ديالنا ولا التقليه ونسدوا عليها. صافي هنا كيف ما قلت لكم عفوا بعد ما تشحرات مزيان مع ديك البصله والتوابل كامله، هنا كنضيفوا ليها الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه التقليه ديالنا، وغادي نسدوا عليها ونخليوها طيب على خاطرها. صافي هنايا ندوزو باش نوجدوا بولفاف. هنا كنحتاجوا ليه الكبده. كناخذ الكبده وكنستفها في شويه هكا. هو بولفاف معروف كنديروه بالريه والكبده، ولكن حنا ما كيبغيوش ياكلوا الريه، كنكتفيو غير بالكبده. كنديروها فوق الفاخر في المجمر، وكنخليوها تشوى على الجويه بجوج حتى كتشوى وطيب لينا مزيان كيدخل فيها هذاك الطيب. صافي وكنقلبوها على الجهه الاخرى حتى كتحمر من الجويه بجوج وكتشوى مزيان وكيدخل فيها الطيب. صافي هنا كما كتشوفوا راه الكبده ديالنا طابت، كنقطعوها هكا كما كتشوفوا راه مازال سخونه. وكما قلت لكم بولفاف راه كيدار بالريه وبالكبده، يعني معروف بولفاف المغربي التقاليد ديالو كنديروه بالريه وكنديروه بالكبده. حنا اكتفينا غير بالكبده حيت ما كياكلوش لنا الريه، اكتفينا غير بالكبده. يعني نتوما راكم عارفين بولفاف الاصلي كيدار بالكبده والريه. صافي هنا الكبده كنقطعوها بهذا الشكل، شكل مربعات هكا. صافي هنا كنديروا عليهم شويه الكمون، شويه الابزار ولا الفلفل الاسود، شويه التحميره وشويه الملحه، وكنخلطوهم مع بعض مزيان. صافي وكناخذوا الشحمه ديال البولفاف هو اللي غنلفوا بها الكبده. كما كتشوفوا غادي نبداو نلفوا هكا وحيده بوحيده هكا. الشحمه تاع بولفاف نتوما عارفين راه تقطع ليا داك الفيديو اللي كنا كنلفوا فيه الشحمه هكا وقطعناها لهذا الشكل، يعني راه الكل عارفها هكا بهذا الشكل. كما كتشوفوا كناخذوا الشحمه وكنلفوا كل قطعه ديال الكبده كنلفوها في الشحمه هكا حتى كنكملوا القطع ديال الكبده كامل اللي عندنا. صافي كنستمروا بنفس الطريقه كما كتشوفوا.
صافي هنا كناخذ واحد القطيب كنديروا فيه دوك القطع تاع الكبده اللي لفيناهم بالشحمه هكا. هي كديروا يعني البولفه الاصلي كديروا قطعه ديال الكبده وقطعه ديال الريه، قطعه ديال الكبده قطعه ديال الريه، راه معروف الكل كيعرفوا. صافي كنستمر هكا حتى كندير القطيب ديالي هكا حتى كنكمل القطبان ديال الكبده كاملين بهذا الشكل كما كتشوفوا، وعاد كنستفوهم في الشوايه وكنشويوهم فوق الفاخر كما كتشوفوا. ها حنا كملنا القطبان ديالنا ودرتهم في الشوايه وغنديروهم فوق الفاخر يتشواو وكيتكالوا سخان. ملي كتكون هذيك الشحمه باقا سخونه كناكلوهم مع اتاي، بريريت ديال اتاي يكون سخون يعني كيجي زوين مع الاجواء ديال عيد الاضحى، يعني كيجي كلشي رائع. صافي كنقلبوهم على الجهه الاخرى وكنستمروا حتى كيتشواو لينا مزيان بنفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال التقليه ولا الدواره ديالنا بعد ما طابت مزيان. ها انتم كيما كتشوفوا راه كتجي غزاله وكتجي رائعه في المذاق. هنا زيناها بالزيتون وواحد جوج فليفلات حارين، وهنايا عندي حامضه نص حامضه مصيره كتزيين، راه كتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل، كتجي غزاله. والمغاربه كاملين كيديروها في نهار العيد اللي كنذبحوا، يعني كلشي كيدير التقليه ولا الدواره راه كتجي غزاله. وبولفاف ديالنا ها هو بعد ما شويناه راه كيتكال حتى هو مع مليحه وكمون سخون مع بريريت ديال اتاي. اذا مشاهدينا اللي عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لي لايك وفعلوا زر الجرس، وعيد مبارك سعيد يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.